إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 29 من مارس عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث. وفي حلقة اليوم من البرنامج نقدم لكم الجزء الثاني من موضوع الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة، وذلك من خلال قراءتنا لمقال الكاتبة والباحثة في الشأن الإفريقي نهال أحمد السيد، والذي نشر في موقع قراءات إفريقية في 13 من مارس الجاري. على أن نستكمل وإياكم بقية الموضوع في حلقة البرنامج القادمة بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان يفرض رسوما باهظة لتسجيل الأحزاب المشاركة في الانتخابات القادمة، وأحزاب المعارضة تستنكر الخطوة وتقول إنها تتناقض مع مبدأ الديمقراطية. الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد تعين مبعوثا خاصا إلى السودان. وباسيرو ديوماي فاي يفوز بالانتخابات الرئاسية في السنغال. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. استنكرت أحزاب المعارضة في جنوب السودان قرار مجلس الأحزاب السياسية دفع رسوم باهظة تبلغ 50,000 دولار، وذلك من أجل التسجيل قبل الانتخابات الأولى في البلاد. وترى أحزاب المعارضة أن فرض هذه الرسوم ليس لها أي أساس تستند عليه، وأنها تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ الديمقراطية والمشاركة السياسية العادلة، كما أن هذه الرسوم لن تؤدي إلا إلى تقييد المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في المشاركة بالانتخابات المقبلة. هذا وقام العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية والمعارضة بوقفة احتجاجية قبل تقديم شكواهم إلى مجلس الأحزاب السياسية للمطالبة برسوم عادلة. وكان مجلس الأحزاب السياسية، وهو هيئة تم تشكيلها من أجل التحضير للانتخابات، قد فرض في الأسبوع الماضي على الأحزاب السياسية دفع 50,000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية للتسجيل والمشاركة في الانتخابات. وفي السابق كان يتعين على الأحزاب دفع مبلغ 20,000 جنيه جنوب سوداني، أي نحو 140 يورو. وتجرى الانتخابات في جنوب السودان للمرة الأولى بحلول نهاية العام في إطار اتفاق سلام أبرم في العام 2018. وكانت الأمم المتحدة وكثير من الشركاء الدوليين يرون أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة لإجراء الانتخابات في البلد الذي ظل يشهد أعمال عنف ذات طابع سياسي وعرقي بعد انفصاله عن السودان ونيل استقلاله في العام 2011. أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد تعيين الدبلوماسي والقانون الجنوب سوداني لورانس كوباندي مبعوثا خاصا للسودان. وقال السكرتير التنفيذي للإيجاد ورقنة قبهو إنه عين كوباندي بالتشاور مع الرئيس الجيبوتي رئيس الدورة الحالية للإيجاد مبعوثا خاصا للسودان، موضحا بأن كوباندي مكلف بدور محوري في المساعي الحميدة والمشاركة الفعالة وتسهيل الحوار والبحث عن أرضية مشتركة في أزمة السودان وتقديم المشورة بشأن الطريق إلى الأمام. وأكد سكرتير الإيجاد أن تعيين لورانس يعتبر تأكيدا من الهيئة بمعالجة أزمة السودان من خلال القنوات الدبلوماسية، مبينا أن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية ملتزمة بدعم المبادرات السلمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون.
ويأتي الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص بالسودان بالتزامن مع تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان بشأن الاستئناف المحتمل لمحادثات جدة بين الجيش والدعم السريع في 18 من أبريل بمشاركة متوقعة لمصر والإمارات والإيجاد. وفي يناير الماضي أعلن السودان تجميد عضويته في الإيجاد على خلفية نتائج قمة الهيئة في أوغندا، والتي طالبت البرهان وحميدتي بعقد اجتماع مباشر خلال أسبوعين. بعد أزمة سياسية غير مسبوقة شهدت أعمال عنف وفي اقتراع كرس تمسك السنغاليين بالتداول السلمي للسلطة، فاز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي ذو 44 عاما بمنصب الرئاسة في السنغال كخامس رئيس للدولة الواقعة في غرب إفريقيا وأول رئيس من خارج دوائر السلطة والنفوذ. هذا وكانت السنغال قد شهدت أعمال عنف وفوضى في مطلع العام الجاري بعد إعلان الرئيس السنغالي ماكي سال المنتهي ولايته بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى في 25 من فبراير الماضي إلى أجل غير مسمى، قبل أن يتراجع عن قراره بعد رفضه من المجلس الدستوري للبلاد وإقامة الانتخابات في 24 من مارس الجاري، والتي فاز بها باسيرو ديوماي فاي على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس المنتهي ولايته ماكي سال. هذا وجدد فوز باسيرو الآمال بتمسك السنغاليين بالديمقراطية، وجنب البلاد المخاوف من الانزلاق في الانقلابات العسكرية التي تعصف بدول غرب إفريقيا. وباسيرو ديوماي هو نائب رئيس المعارضة عثمان سنوكو، ودخل السباق الرئاسي بدلا من الأخير الذي فقد حقه في الترشح بسبب الإدانة والحكم عليه بالسجن العام الماضي. وفي أبريل من العام الماضي قبض على باسيرو ديوماي فاي بتهمة نشر أخبار كاذبة في أحداث الشوارع المتعلقة بالسنوكو، واحتجز لمدة 11 شهرا، وأطلق حملته الانتخابية من داخل المعتقل بديلا لعثمان سنوكو قبل أن يخرجا الاثنين من المعتقل بعفو رئاسي من الرئيس المنتهية ولايته. وستتم مراسم تسليم الرئاسة للرئيس المنتخب في مطلع أبريل القادم. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما ذكرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. وفيه نقدم لكم الجزء الثاني من قراءة مقال الكاتبة والباحثة في الشأن الإفريقي منال أحمد السيد، والذي نشر في موقع قراءات إفريقية في 13 من مارس الحالي، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثالث والأخير في حلقة البرنامج القادمة بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، والتي نواصل فيها القراءة من حيث توقفنا في الأسبوع الماضي في موضوع الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. واستعرضنا في الحلقة الماضية أهم ملامح التهديدات البحرية في القارة الإفريقية بالتفصيل، ولا بأس أن نذكر بها هنا إجمالا، وهي أولا تصاعد نشاط القرصنة، وثانيا تمويل الأنشطة الإرهابية، وثالثا سرقة النفط، ورابعا الاتجار بالبشر، وخامسا تهريب المواد المخدرة، وسادسا سرقة الثروة السمكية. ونستمر اليوم في السرد من عند النقطة الثانية في المقال، وهي محفزات تصاعد التهديدات البحرية، حيث تقول الكاتبة نهال أحمد السيد: ساهمت المشكلات التي تواجهها دول القارة الإفريقية في تحول سواحلها إلى بيئة خصبة لتمركز الجماعات الإرهابية وتوسع أنشطتهم المهددة للأمن البحري. وبناء على ذلك نسلط الضوء على محفزات تصاعد تلك التهديدات على النحو التالي: أولا، ضعف الحكومات. تعاني حكومات الدول الإفريقية ضعفا شديدا نتيجة العديد من التحديات التي مثلت ضغوطا شديدة عليها، مما أدى لعجزها عن فرض السيطرة الشاملة على أقاليم الدولة، وهو ما هيأ المناخ للتنظيمات الإرهابية
لتوسيع أنشطتها وسيطرتها على المراكز الحيوية كالموانئ والمناجم والمناطق التي تحوي ثروات طبيعية. وقد ترتب على ذلك تصاعد عمليات القرصنة وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة على سواحل بعض الدول كالصومال وموزمبيق والكاميرون ونيجيريا. ثانيا، ضعف الأجهزة الأمنية. أدت الصراعات الداخلية وعجز الحكومات المركزية عن إدارة وضبط التعددية الإثنية إلى جانب انتشار الفساد بالتوازي مع ضعف الإمكانيات المادية وتدني الأوضاع المعيشية واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع، أدت كلها إلى تشتت الأجهزة الأمنية لاحتواء التوترات الداخلية، وهو ما أدى لحالة من الفراغ الأمني أتاحت الفرصة لانتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية، مما شكل بيئة ملائمة لتنامي التهديدات البحرية لا سيما في منطقة ساحل غينيا غرب إفريقيا وعلى السواحل الشرقية قبالة الصومال. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. راديو راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. ثالثا، فشل ضبط التعددية الإثنية. من أبرز سمات الدولة الإفريقية التعددية الإثنية والتنوع القبلي، ورغم ذلك فشلت الأنظمة الحاكمة في إدارة وضبط هذا النمط من التنوع بما يتوافق مع خدمة الأمن القومي، فأصبحت هنالك حالة من التهميش للأقاليم الحدودية واتسعت الفجوة بين طبقات المجتمع، فيما اقتصرت المشاركة السياسية على فصائل محددة بينما حرمت باقي مكونات المجتمع من المشاركة، مما أدى لتصاعد الصراعات الإثنية التي أدت في بعض الأحيان إلى صراع حول فرض السيطرة على الممرات البحرية للضغط على الحكومات المركزية من أجل الحصول على بعض الامتيازات. ومن جهة أخرى تركزت الثروات في أيدي قبائل محدودة وحرم باقي المواطنين من التمتع بعائدات ثروات بلادهم الطبيعية، ناهيك عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كل ما سبق أتاح الفرصة أمام التنظيمات الإرهابية للانتشار واستقطاب الطبقات الفقيرة وضمها إليها، وهو ما ساهم في تقوية هيكلها والاتجاه نحو تنويع الأنشطة الإرهابية بما فيها الإرهاب البحري. رابعا، هشاشة الأوضاع الاقتصادية. تعاني غالبية الدول الإفريقية من أوضاع اقتصادية غاية في السوء، تظهر مؤشراتها في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع المستوى التعليمي وتدني الأوضاع الاجتماعية، وهو ما يدفع فئة عريضة من الشباب للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية والتورط في جرائم قرصنة، وذلك بغية توفير الأموال اللازمة للحصول على احتياجاتهم. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وثالثا، أي من محفزات تصاعد التهديدات البحرية انعكاسات تصاعد تهديدات الأمن البحري. فشلت الحكومات الإفريقية في وضع حلول جذرية للمسببات الرئيسية لانعدام الأمن البحري، الأمر الذي أدى لتداعيات خطيرة يمكن إبرازها على النحو التالي. أولا، تصاعد التهديدات الأمنية. اكتسب النشاط الإرهابي خلال السنوات الأخيرة سمات جديدة، لعل أبرزها قوة التشابك بين التنظيم الرئيسي وأفرعه المختلفة. فعلى سبيل المثال هنالك قنوات اتصال مستمرة بين حركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة، الذي تستغله التنظيمات الإرهابية في تعزيز تدفقات السلاح والأموال وضم العديد من العناصر لصفوفها، وذلك لتمكينها من بسط نفوذها وتعزيز انتشارها، وهو ما ينعكس في تصاعد معدلات الجريمة المنظمة
وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وهذا من شأنه تهديد أمن واستقرار دول القارة وتأجيج الصراعات، ناهيك عن توسع عمليات القرصنة، حيث يمد الأخير الحركة بالسلاح والعناصر المسلحة لدعم أنشطتها وتكثيف عملياتها داخل وخارج الحدود الصومالية. وفي ظل هذه التحديات الأمنية التي تواجهها الأجهزة الأمنية والتي لم تحقق حتى الآن إنجازا في احتوائها، صار هنالك حالة من الفراغ الأمني الذي تستغله التنظيمات الإرهابية في تعزيز تدفقات السلاح والأموال وضم العديد من العناصر لصفوفها لتمكينها من بسط نفوذها وتعزيز انتشارها، وهو ما سينعكس في تصاعد معدلات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وهذا من شأنه تهديد أمن واستقرار دول القارة الإفريقية وتأجيج الصراعات، ناهيك عن توسع عمليات القرصنة. ثانيا، التأثير على الأوضاع الاقتصادية، فمن ناحية تؤدي القرصنة البحرية إلى تراجع معدلات الملاحة البحرية في الممرات المائية الإفريقية، مما يعني خسارة الدول مصدرا مهما للعملة الصعبة، وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصادات الوطنية لتلك الدول. ومن ناحية أخرى تسيطر العصابات على مناطق تركز الثروات الطبيعية حيث يقومون بالاستيلاء عليها، وبالتوازي مع سيطرتهم على الموانئ البحرية يسهل عليهم بيع تلك الموارد والاستفادة من عوائدها في دعم أنشطتهم الإرهابية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ثالثا، إتاحة الفرصة للتدخل الأجنبي. تفرض القرصنة البحرية نوعا جديدا من الاحتلال الأجنبي، كما تعزز من حدة التنافس بين القوى الكبرى لتوسيع النفوذ بالقارة، وذلك تحت ذريعة مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الأمنية البحرية، وأيضا حماية التجارة الأجنبية والرعاية، مما يتيح الفرصة لاستيلاء الدول الأجنبية على الموارد الطبيعية، ناهيك عن فرض السيطرة على بعض الموانئ بزعم حماية الأمن المائي. يستدل على ذلك من جملة من القواعد العسكرية الأجنبية المرتكزة على امتداد ساحل البحر الأحمر، كما يعكس نشاط فاغنر والشركات الأجنبية العسكرية نوعا آخر من أنواع التدخل الأجنبي بزعم دعم استقرار البلاد والحفاظ على أبعاد أمنها التقليدي وغير التقليدي. رابعا، قطع الاتصالات الدولية، ففي حال عدم وضع حلول جذرية لتهديدات الأمن البحري يمكن أن يتسبب ذلك في قطع الاتصالات الدولية وعدم القدرة على تبادل المعلومات والبيانات نتيجة قطع الكابلات البحرية المسؤولة عن تبادل ونقل 95% من بيانات الاتصالات، وهو ما سيتسبب في تداعيات بالغة الخطورة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى جهود مكافحة الإرهاب، حيث إن فقد أحد تلك الكابلات سيؤدي إلى حجب 33% من خدمات الإنترنت عالميا، وهو ما سيؤثر على طبيعة التواصل بين الأجهزة المختلفة. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية من موضوع الأمن البحري للسواحل الإفريقية، على أمل أن نلتقي وإياكم في الحلقة الثالثة والأخيرة، والتي تتضمن المقاربات الإفريقية لمواجهة التهديدات وأبرز التحديات التي تواجه المقاربات والمبادرات الإفريقية في مواجهة التهديدات الأمنية. انتظرونا في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله، وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان يفرض رسوما باهظة لتسجيل الأحزاب للمشاركة في الانتخابات، وأحزاب المعارضة تستنكر الخطوة وتقول إنها تتناقض مع مبدأ الديمقراطية. الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد تعين مبعوثا خاصا إلى السودان. وباسير دوماي فاي يفوز بالانتخابات الرئاسية في السنغال.
بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا.